موضوع البنيات التحتية يشكل أهم الأولويات التي ارتكز عليها المسار التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة نصره الله منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، وذلك في إطار مشروع مجتمعي طموح وبمنظور واضح وشامل يقوم على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وعلى ضمان العدالة الاجتماعية، حيث شكلت المشاريع الاستراتيجية الكبرى للبنية التحتية أحد أبرز أوجه التحديث والتطوير التي تشهده المملكة في عهد جلالة الملك حفظه الله، ورافعة لكل الاستراتيجيات القطاعية والتنموية الطموحة التي وضعتها بلادنا. وهو ما مكن المملكة من بلوغ المكانة الرائدة التي صارت تحظى بها في هذا المجال قاريا وإقليميا، حيث احتلت بلادنا المركز الأول إفريقيا في مجال تطور البنية التحتية برصيد 85.8% حسب مؤشر الحكامة الإفريقية لسنة 2024 الذي صدر نهاية أكتوبر الماضي. كما أصبح ميناء طنجة المتوسط يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا كأكبر ميناء للحاويات، وغير ذلك من الإنجازات المحققة في مجالات البنية التحتية الكبرى والمتنوعة التي تحدد معالم مغرب اليوم والغد. لا بد هنا أن نستحضر بالأرقام ما حققته بلادنا خلال 25 سنة على مستوى إنجازات البنية التحتية وتحديثها، حيث انتقلنا من 80 كيلومتر في الطرق السيارة سنة 99 إلى 1800 كيلومتر حاليا، كما صار المغرب يحتل المركز 16 عالميا مستوى كثافة وجودة الطرق بما يناهز 58 ألف كيلومتر، منها 2164 كيلومتر من الطرق السريعة، مع معدل الطرق معبدة كيبلغ تقريبا 80%، فضلا عن بلوغ 2309 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، منها 200 كيلومتر من الخطوط السريعة و64% من الخطوط المكهربة. كما انتقل عدد المطارات من 15 مطار سنة 99 إلى 25 مطار حاليا، منها 19 مطار دوليا موزعة على ربوع المملكة، إضافة إلى انتقال عدد الموانئ من 24 ميناء سنة 1999 إلى 43 ميناء حاليا، منها 14 ميناء تجاري متعدد الاختصاصات و22 ميناء للصيد البحري و7 ديال الموانئ خاصة بالترفيه. وارتفاع عدد السدود اللي مر من 95 سنة 1999 إلى 154 سد كبير حاليا بسعة تفوق 20 مليار متر مكعب.